انت عارفين يا جماعة، والله الحياة بقى صعبة وكعبة، وده ما مبرر اصلا ان زول يعمل علاقات دون النطاق الشرعي. كيف؟ في 3 انواع من الخالات: الخالة زوجة المغترب، وده زوجها هاجر بالسنين واشتاقت وما لقت حاجة، لقت الفريع وبتقضي زمنها وبتصرفوا بالريالات والحاجات. ده كوم. الخالة المطلقة، ودي بتكون مشتاقة للحنين وما عندها طريقة تانية، أو ربما ما يجيها فرصة للزواج بسرعة، فبرضه بتقبل للفريع. عشان كده الفريعات ما متزوجين وقاضين زمنهم وعايشين دنيتهم على إكمال وجه. تكوم. والخالة الثالثة دي هي بتكون متزوجة وزوجها معاها لكن ما مكفيه وفي نقصان، فبتعوضوا برضو بالفريع. في الفريعات جيل الألفينات بقوا أخطر من الكورونا. يا رجال اللي قاعدين مع زوجاتهم والمغتربين اعملوا حسابكم شديد. النسوان بقوا ما بخافوا الله صراحة.